المتحف المصري الكبير، بوابة الزمن لأعظم حضارة في التاريخ. ده التمثال اللي أدهش كل علماء العالم، منحوت من حجر إديوريت من أصلب الأحجار الموجودة على الأرض، ومع ذلك التمثال معمول بدقة وتفاصيل مش معقولة. الملك خفرع مع صقر حورس اللي ممكن تشوفه من الجنب بس، لكن من قدام مش هتشوف الصقر. افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر. بس هي ليه الدنيا مقلوبة كده؟ ده أكبر متحف في العالم لحضارة واحدة بس. المتحف فيه أكتر من 100,000 قطعة أثرية. انت متخيل الرقم؟ تخيل ان انت لو هتشوف قطعة واحدة كل ثانية فانت محتاج 27 ساعة علشان تشوف المتحف كله. المتحف هيكون فيه تقنية نادرة اسمها الميكسد رياليتي، بتلبس نظارة بتخليك عايش التجربة مش بس شايفها. يعني مثلا تشوف الهرم وهو بيتبني، أو تشوف تمثال بيرجع للزمن بتاعه. المتحف كمان فيه المجموعة الكاملة لتوت عنخ آمون، أكتر من 5000 قطعة أثرية، ودي لأول مرة في التاريخ هتكون موجودة في مكان واحد واتجمعت من متاحف كتير. هتلاقي من بره في تصميم المتحف مثلثات كتير قوي، ودي نسبة للأهرامات اللي المسافة بينها وبين المتحف 2 كيلو بس. غير ان واجهة المتحف كلها إزاز علشان تسمح للضوء الطبيعي انه ينور المتحف من غير حرارة، بس في نفس الوقت بيوفر كهرباء. أطول مشروع متحفي في التاريخ، تنفيذه أخد أكتر من 20 سنة واتصرف عليه $1,000,000,000. المتحف ده هيكون هدية مصر للعالم. أعتقد كلنا متحمسين إننا نشوف الافتتاح الرائع ده، اللي متأكدة إنه هيكون فخر للمصريين قدام العالم كله. انشر الفيديو وافتخر ببلدك.